التي قد تجعل بعض المنتخبات يضعون قدما في كأس العالم المقبلة، ولن نكون منحازين كابتن وائل إذا بدأنا بالمغرب، باعتبار أولا أنه رابع العالم وأنه الأقرب لضمان الترشح في مجموعة انسحبت منها أريتريا. المغرب ب3 انتصارات متتالية، سجل 10 أهداف، تلقى هدف واحد. مجموعة كما قلنا على الورق تعتبر سهلة بالنظر إلى الفوارق الفنية وقيمة العناصر التي يتوفر عليها أسود الأطلس. منطقيا بإمكان حسم التأهل، أقول منطقيا وليس حسابيا، لأنه في حال الفوز في المباراتين المقبلتين سيصبح الفارق 9 نقاط بين أقرب المنافسين اللذين سيكونان المنافسين للمغرب في هذه الجولتين. هي المغرب سوف يلعب مباريات مع خصوم مباشرة. صحيح. سوف يلعب مع النيجر خصم مباشر، ثم سوف يلعب مع تنزانيا خصم مباشر. يعني إذا رضينا نحسم بسرعة هذا التأهل فعليه نفوز في هاتين المباراتين. وفي المغرب وحتى المباراة الثالثة، مباراة الإياب مع النيجر سوف تكون في المغرب، لكن أظن بأن المباراتين القادمتين ستحسمان بشكل كبير تأهل المنتخب المغربي. لكن كما تفضلت صحيح أن مجموعة المنتخب المغربي متوسطة كهي. لماذا؟ لأن كما تكلمنا أن الترتيب العالمي للأندية هو اللي كيخليهم دائما يكونوا على رأس المجموعة الألف، ومن ثم يكون الخصم يكون أقل مستوى. يعني لن يتقابل المغرب مع مصر أو مصر مع تونس أو مع الجزائر. يعني لذلك شفنا بأن كل هذه المنتخبات فهي تتصدر لأنها هي الأفضل. صحيح. المنتخب المغربي سهل عليه المأمورية لأنه يلعب بجدية. اللاعبين اللي كيتوفر على المنتخب المغربي يجمعون ما بين الخبرة والشباب، لأن يراهن عليهم وليد الركراكي لفترة طويلة. هذا مشروع على المدى البعيد أيضا شفناه أيضا في اللائحة المنادات، فلا بد فهو يكمل المنادات على بعض اللاعبين، اعطاهم فرصة للتعرف على المنتخب المغربي. صحيح أن هناك إصابات، لكن هذه الإصابات سمحت للمدرب الركراكي أن ينادي على بعض اللاعبين لكي يتعرف عليهم الجمهور، لكي يتعرفوا على المنتخب المغربي، ومن ثم يواصلوا ذلك العمل ويصلوا ذلك المشروع، لأن في لاعبين سوف أيضا يعتزلون في 2-3 سنوات ولازم أنه يهيئ. لذلك فهناك لاعبين عندهم خبرة كبيرة كمرابط جاهزين موجودين ضمن التشكيل. نايف عقرد موجود، هناك حكيمي، إبراهيم، هذو من اللاعبين، نصيري، مزراوي، هذو من اللاعبين الركائز إذا ضفنا عليهم ياسين بونو. لكن هناك عدة لاعبين شبان اللي تم المنادات عليهم لأول مرة، كطلبي لاعب مميز، بلال نادير لاعب أولمبي